نادية بوروش، رئيسة الهيئة الوطنية للمراسلين المعتمدين من الدار البيضاء ورئيسة جمعية ماما نادية. أنا تلقيت الخبر الوفاة تاع الصديقة ديالي اللي كانت دائما معنا في السراء والضراء، نعيمة بوحمالة. إن الله وإنه راجعون، الله يرحمها في هذا النهار، الله يوسع لها ضيقة القبور. اللي بغيت نقول أن هذه السيدة كانت طيبة، كانت كدير الخير ولو هي مادينة على قد الحال، وكانت كدير الخير بصمت. كانت مخلصة في العمل ديالها من وحنا صغار، وحنا دائما كنتفرجوا فيها في الاعمال ديالها. كانت كتساعد اللي ما عنده واللي ما عندوش. كانت الناس الفنانين اللي يلاه مبتدئين كانت كتساعدهم. انا اخر مره شفتها قالت لي واحد الكلمه، الله يرحمها، الله يرضي عليك بنيتي. هذيك الكلمه اللي قالتها لي وسلمت عليا مشات، هذاك هو اخر لقاء اللي بيني وبينها. من هذا المنبر كنشكر نويز 24 انهم دائما تيكونوا معنا في اي مشهد، اي حاجه وقعت يكونوا معنا دائما واقفين معنا. كنشكرهم وكنقول ان لله وانا اليه راجعون. هي هكذا نعيمة كيف كانت. احنا كنتابعوا وكنتلاقاو بزاف، لان احنا من الناس اللي تنجيو وكنمشيو نحضروا لهاد اللقاءات بحال هكا. صدمات متواليه بالنسبه اللي كيتبع قريب. تنقولوا اليوم نعيمة بوحمالة، وبالامس القريب نعيمة سميح ونعيمة مشرقي عبطيف هلال، مصطفى دوسوكين، مصطفى كلهم اصدقاء من غير مبدعين كيقدموا اعمال جميله كتبغي، ماشي بغينا حنا، حتى والدينا بغاوها. علاش؟ هذا فن صادق، فن مغربي نجد فيه انفسنا. هي مشاهد، هي مواقف، هي حالات تنقل ونعيشوا، كنلقاو فيها نفوسنا ونلقاو فيها ذواتنا. هذا هو علاش. اخر مره تواصلتي مع سي بوسهيل؟ تواصلت معها في ما كملش هذا الاسبوع، كانت في مسرح ديال ميغاراما، والتقى بها الابن ديالي وسولها عليه، سولته عليا وتواصلنا بالهاتف. وانا كنت نعرف على ان هي تتكلم معك وتحاور معك، ولكن حامله واحد الهم، لان عندها قلب كبير وتألمت، وكانت عمليه جراحيه على القلب ديالها. لان كنشوفوا هاد الفنانين كلهم على الشاشه، وكنشوفوهم كيقدموا لنا اشياء جميله تفرحنا، ولكن راه ما نعتقدش على انهم سعداء، لانهم كيتحملوا كثير بحال الشمعه يتحترق باش نقول. وايضا كانت صامده، نجحت كأم، تزوجت واحد 3 مرات، ولكن بقات هي الحاضنه، هي المربيه والكاسيه والحاميه، وهي الام اللي واقفه، ولكن نجحت كأم ووصلت وليداتها وبنياتها. اليوم احنا كنتكلموا على نعيمة بوحمالة، ولكن راه كاينه عايشه مهما تتألم الان، تعاني في السكن ديالها وكل شيء. كاينه زهور السليماني ايضا اللي هزه واحد الحمل ثقيل، نعيمة الياس، نزهه بدر، خديجه عدلي، واحد العدد ديال صفيه الزياني في الرباط اللي كتألم. كاين واحد العدد كبير ديال الاشياء، ولكن هاد الناس كانوا يتحملون الكثير في زمن داروا المسرح، في زمن هي من مواليد الاواخر ديال الاربعينيات، وبدات مع الكبار، بدات مع عبد العظيم شناوي الله يرحمه، بدات مع القدميري، بدات مع الحاج عبد السلام حنات، المسير الرجاوي. الحاج عبد السلام حنات فنان في بدايته، كان يمارس المسرح ومارسات معاه المسرح. يعني جيل لا يتكرر. احنا كاين الالم حقيقه، هذه الاجال وهذه اراده الله، ولكن هذا جيل لن يتكرر. كنتكلموا على عبطيف هلال والطيب الصديقي، ونتكلموا على نعيمة سميح ونعيمة بوحمالة، ونتكلموا على نعيمة مشرقي، ونتكلموا على توريا جبران، ونتكلموا على بيتشو، ونتكلموا ايضا على دريس باموس، ونتكلموا على دوك اللاعبين ودوك المدربين، دوك اللي هادو اجيال. ونتكلموا ايضا على عويطان، نتكلموا على بيدوان، ونتكلموا على هادو كلهم، هادو هدايا من السماء ديال هذا الوطن. علاش؟ لان الاطلس الكبير في المغرب في فجر كل يوم، الاطلس الكبير كيهدينا اسماء، كيهدينا طاقات، مواهب. اليوم احنا تنتكلموا على بلال خنوس، كنتكلموا على زياش، كنتكلموا كل المغاربه ومبدعين كبار، هادو كلهم ابناء هذا الوطن، كيحملوا الوطن في قلبهم كما حملته
نعيمه بوحمانه الله يرحمها ويوسع عليها. والان الوداع الاخير وهي ها هناك في جنتها، جنه الرضوان باذن الله. الله يرحمها ادت الواجب. احنا كمغاربه ومغربيات كنقولوا لهذا الجيل كله شكرا لكم لما قدمتم لوطنكم من ابداع، اسعدتمونا. حنا كنمشيو كل واحد كيمشي للعمل ديالو كل شيء، ولكن هما كانوا اختاروا ان يقدموا لنا اشياء تسعدنا وتفرحنا وتبهجنا ومحمله برسائل. الله يرحمه ويوسع عليه وشكرا لكم. شكرا لك. شكرا.